Did you finish your this one yet? تفضل تفضل يا يوسف، تفضل تفضل اجلس. شو صار يا دكتور؟ الاسبوع اللي فات شفت الصورة وما لقيتش فيها اي شيء جديد. يعني خلاص؟ لا يا يوسف مش خلاص. الاسبوع اللي فات صديقي في المانيا بعث لي ميل يحكي عن حالته زي ما طلع عندنا. التقرير اللي بعثه لي يقول لنا حالتك سليمه، توصل الاعصاب سليم، عضلات يدك والتغذيه الدمويه سليمه، العظم سليم، المنطقه اللي تمثل الحركه في المخ سليمه، يعني ما فيش اي مشكله واضحه. ايش المشكله دكتور؟ ليش ما نقدر نحرك يدي؟ انت صارت معك المشكله هذه من كم سنه؟ 9 سنين. تمام. هنا نقول لك حل، بس توعدني انك ما تهزاش علي والكلام يكون بيناتنا. دكتور انا مش ناقص تلخبيطه، انت بس قول لي شنو هو الحل اللي ما تبينيش نهز عليه، وانا اكيد مش حنهز عليه، انت بس قول لي شنو هو. ترافل ثرو ذا تايم، سافر عبر الزمن، سافر للمحطة اللي حصلت فيها الحادثة لما كان عمرك 9 سنوات وانقذ نفسك. ايه ما تشوفش فيه هيك. يعني تبيني نتقابل ونحكي مع نفسي؟ مش ممكن ان نصدق كلام زي هو. سافر عبر الزمن انقذ نفسك، شو الكلام هذا؟ من الفيلم يلي شفته سنة 2004 يلي ما نتذكرش حتى اسمه، ما عادش سمعت عن حاجة زي هذه، بس بصراحة تعبت. ولو اليوم واحد اتمنى ان ايدي ترجع طبيعية ونقدر نحركها عادي، نسلم على الناس ونلعب عادي، ناكل عادي، يعني زي اي حد. ومدام هذا هو الحل ليش لا؟ حتى لو ما صدقتش راح نحاول. بس لا، الأول لازم نكون مؤمن بأن هذا الشيء ممكن يصير. بس شنو هو يلي بيغير رأيي؟ قبل 9 سنين لما طاع علي الحديد في المبنى المهجور، نتذكر أن جاني زوز عمال كانوا ياخذ متابع المكان هذا واسعفوني. أما الأولاد من لما خشيت نجيب الكورة وطولت عليهم خافوا، كل واحد مشي لي حوشه. المهم في الفترة الأخيرة نلقى في ورق مرسوم عليه إشارات من المكان اللي صارت فيه الحادثة، رسمة 5 أولاد، المكان المهجور، الحافلة، التكسير. وعلى كم يوم نحلم بنفسي لما كنت في هذا العمر، وكأن في شيء ربطني بفترة الحادث. ممكن يكون هذا الشيء هو يلي بيخليني نصدق كلام الدكتور. ما ظنش ان اخوي محمد الصغير هو يلي كان يرسم، لان مرة شفت برنامج عن مهارات الاطفال يقول ان الطفل يلي عمره 4 سنوات يقدر يرسم دائرة كاملة، بس مش مبنى وحمامة وحاجات زي هذه. وما اعتقدش ان محمد عبقري زيادة، لانه قبل سنة بس كيف تعلم يمسك الشوكة وبطريقة غريبة. سافر عبر الزمن، سافر للمحطة اللي حصلت فيها الحادثة لما كان عمرك 9 سنوات وانقذ نفسك.
في الفترة الأخيرة نلقى في ورق مرسوم عليه إشارات من المكان اللي صارت فيه الحادثة، رسمة 5 أولاد، المكان المهجور، الحافلة، تكسير. ايه ما تشوفش فيا يعني تبيني نتقابل ونحكي مع نفسي. رسمة 5 أولاد، المكان المهجور، الحافلة، تكسير. وعلى كم يوم نحلم بنفسي لما كنت في هذا العمر. أخيرا جئت أنقذت نفسك. من زمان كنت نجيك ونحاول نقنعك بالفكرة. قصدك هو أنت نفس أنا اللي كنت إيه، أنا اللي كنت نحط لك في الرسمات. باي توا كيف؟ ما اللي فينا بينتهي؟ ما حد، أنا أصحابي استنى فيا. يدك الأخرى كويسة. يبدو أن الرحلة كانت موفقة. مش عارف شنو نقول لك، بس هو سؤال واحد يدور في بالي. أسأل. الشيء اللي صار لو ما كانش مستحيل بيكون شبه مستحيل، ولو حكيت لأي حد كيف قدرت نحرك يدي مش حيصدقني. يعني أنت الشخص الوحيد اللي نقدر نحكي معه في هالشيء. وليش أني الشخص الوحيد؟ لأنك أنت صاحب الفكرة. سؤالي لك، وأنت كيف عرفت أن الشيء هذا ممكن؟ من اللي قال لك إن أنا الوحيد اللي نعلم؟ ممكن فيه ناس ياسرة صار معها نفس اللي صار لك وما قدرش تحكي، لأن زي ما قلت أنت ممكن ما حدش يصدقك، ويا إما إنك شخص غريب الأطوار، أو إنك مريض، أو إنك كافر. هذا هو حكم مجتمع عليك، وعشان ما تكونش مريض أو غريب الأطوار لازم إنك ما تحكيش لحد. هذه هي القاعدة اللي ماشي عليها كل شخص صار معه هذا الشيء. أنا تو حليت مشكلتي وقدرت نحرك يدي بشكل طبيعي، بس شنو مطلوب مني؟ تنسى إنك سافرت وكأنه ما صار شيء، وأول شخص يطلب المساعدة في حل مشكلته لازم تحكي له. يعني أنت صار معك نفس هذا الشيء، والشخص اللي ساعدته هو أنا. في أول سنة لي في الجامعة صار معي حادث سيارة، ومنها ما عادش تكلمت، حصلت خبطة على راسي
وهي السبب اني قعدت 3 سنوات وانا ما نحكيش، لين صار معي موقف زي ما صار معك. ورجعت بالزمن لوقت الحادث بالضبط، وتلاقيت مع نفسي قبل 3 سنوات مسكتها وما خليتهاش يقص الطريق، وبعد فاتت سيارة مشي، وانا قلت اول كلمة بعد 3 سنوات صمت. شنو هي الكلمة اللي قلت؟ شكرا، كانت اول كلمة. وانت شن حسيت لما تلاقيتها مع نفسك ورجعت حركت ايدك عادي؟ كان شيء فوق الخيال، حسيت نفسي كأني على شريط فيديو، نرجع للماضي ونرد زي ما نشوفه في الأفلام ومسرحيات برودواي وروايات الخيال العلمي. بس تعرف شيء؟ بعد هذا كله تعلمت حاجة. في شخص علمني إني ما نهزاش على أي فكرة نسمعها، وكل مشكلة لازم يكون لها حل. ومن هو اللي علمك؟ أنت.